السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بقالي كتير ما نزلتش، انزل شوية وبقف شوية وماشي الحال. وربنا يعيننا يا رب ويدينا الصحة ويقوينا على اللي احنا فيه. راجع لكم النهاردة بأحلى أكل والكل بيحبه. بتعملي ايه يا حنان؟ بعمل كريب. هيعجبكم قوي قوي، طريقة حلوة جدا جدا. هنعمله من الألف للياء في البيت بكل مكوناته، بالعجينة، بكل حاجة. نحاول ان شاء الله نخليه ابسط حاجة مما تتخيلوا، وممكن نعمله باقل المقادير. انا عندي حليب، ده حليب بودرة، ما كانش عندي حليب فريش كده جاموسي. جبت حليب بودرة. انت عندك اي نوع حليب اعملي، عايزة تعملي بمية اعملي اللي يريحك اعملي. انا نازلة بكوباية حليب بودرة وكوباية مية بالمج اللي انا بعمل بيه، طبعا اللي وقع مني اتكسر الايد بتاعته. وعندي عدد 2 بيضة. تمام. يبقى مكوناته سهلة جدا جدا وماشية واحدة واحدة خطوة معاكم. ومعلقة كبيرة خل عشان الزفارة. ليه يا حنان؟ عشان الزفارة، عشان ميبقاش ريحته زفر. تمام كده. واحدة واحدة خالص معاكم اهو، كله بالمعيار. وده 1 2 3 4 معالق زيت. حابة تحط قطعة زبدة، انا لسه راح اقولك حط. انا حاطة كمان معلقة يعني قولي من 5 ل4 معالق حطاهم زيت على سمنة، دي سمنة بلدي. طبعا بحط نطرة فلفل اسمر، طبعا انا اعمله حادق مش حلو. وهحط نطرة ملح، والملح بيتحط في الاتنين، الحلو والحادق. مكونات بسيطة كلها في شفشق الخلاط. هننزل مرة واحدة. يبقى انا نزلت بكوبايتين دقيق، معلش عفوا كوبايتين حليب، بيضتين، من 4 ل5 معالق زبدة او زيت. وحطيت معلقة برضو سكر. وحطيت برضو ايه يا حنان، حطيت ملح. وحطيت فلفل اسمر وحطيت الخل. وده كده الدقيق. تمام. انا بقى هنزل الدقيق واحدة واحدة على مهلي خالص، علشان ايه؟ عند الخلاط صغير شوية، فهحاول ان انا ايه انزل ببقية المكونات واحدة واحدة. طبعا أنا حطيت على الدقيق حطيت اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، شوية نشا. تمام. حطيت معلقتين كده نشا. وبصفيه، شفتوا المصفى الصغيرة ده؟ ايه، هصفيه بالمصفى ده. اتأكد ان مفيش فيه اي تكتلات خالص. يبقى انا حطيت على الدقيق معلقتين 2 نشا. تمام. واحدة واحدة خالص اهو. وزي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتكم عاملة ازاي، منظرها عامل ازاي، ونازلة شكلها ازاي. دي 2 المقادير المظبوطة اللي احنا بنعملها. انا بصفي ليه؟ علشان زي ما انا قلت خايفة يكون في تكتلات، يكون في حاجة، فهصفيه. وهسيبه الوقت بعد ما اتصفى كده في التلاجة يرتاح بقى قيمة نص ساعة ساعة، لغاية ما احضر الحشو بتاعته. وبعد كده ارجع تاني اجيبه. عندي بقى زيت او سمنة او زبدة المتوفر عندك. بس انا بحب مع التتبيلة، يعني وهعمل انا تتبيلة، يعني بحب اعملها بالزيت عشان ما تبقاش مجرمسة معايا اما تفضل والسمنة تعمل. فالزيت بيبقى احسن شوية، او قطعة زبدة مع الزيت. دي عندي اهو، دي عندي وراك انا خلياها. بحط عليها البهارات بقى اللي عندي. هتحط فلفل اسمر، هتحط بابريكا، حط فص مستكة، قرفة، جنزبيل. بهاراتك الحلوة بقى، دي نطرة سمان. بهاراتك الحلوة الجميلة ديت عشان تبقى ريحتها حلوة. ديت فصين مستكة. تمام. ودي فلفل الاسود. حاجة حاجة بالراحة. ودي بقى طبعا عشان حطيت قرفة، طبعا هنحط ايه؟ نطرة جنزبيل او زنجبيل. ودي نطرة هيل. طبعا الفراخ بهاراتها بتبقى جميلة جدا. عايز تحط بهارات فراخ حط بهارات فراخ. وعند الملح بقى ظبطي ملحك. انا لسه محطتش اي حاجة خالص، محطتش بصل، محطتش اي حاجة خالص. انا الوقت نزلت بالفراخ ونزلت بالبهارات، وبعد كده هنزل بالبصل. تمام. انا مقطعه زي ما انتم شايفين كده شرايح شرايح. هقلبه بقى واسيبه لغايه ما يدبل مع الفراخ ويستوي. قلبي كل البصل كده على مهلك كده. تتبيله حلوه قوي. قولوا معايا، الحشوه حلوه قوي جدا جدا بالفراخ.
جميلة وعشرة على عشرة. دي اختياري، انا عندي مشروم وفلفل حار، وهقول لك اختياري. مش حابه تحط المشروم حطيه. انا كنت انا من عشاق وانا بحبه جدا، بحبه في البيضات وبحطه في كل، وبحبه في كل حاجه. دي فصين توم، نص معلقه توم كده، حطيتها فريش كده تبقى ريحتها حلوه، ما رضيتش احمر. ودي كله برضو لسه الفراخ على النار وهتتسوى. انا قطعت الفلفل وقطعت المشروم زي ما انتم شايفين اهو. زي ما قلت لكم انا بحب اكل المشروم، انا ببقى اكله كده وانا واقفه كده من غير ما بحطه في اي تتبيله، بحب طعمه جدا. يعني والكمية كمية اللي يقولوا معايا فايدة الغذاء، الفايدة العالية في يعني في كمية قولوا معايا. دي لحمة، قبل ما انسى، دي لحمة كانت باقية عندي يا حبايبي حطيت. تمام. كله بقى زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى قيمة ربع ساعة 10 دقايق كده تستوي. هحط ايه الوقت؟ هحط مستردة، هحط شطة، وهحط كاتشب، وهحط معلقة مايونيز. تمام. هقلب بقى كل تتبيلة الجميلة ديت. عندك بقى صوص دبس رمان، صوص الصويا حطي، جميلة جدا جدا. بس صراحة هي ما كانتش متوفرة عندي ساعتها للأسف. بس حطيت طبعا الكاتشب مع المستردة مع المايونيز، يعني هتبقى خطيرة تحفة. هسيبها بقى ويلا بقى. شوفوا بقى، انا مرضتش ان انا اقطع الحتة دي او احذف. شفتها بيعملوها على الصواني دي فقلت اجرب، بس للأسف فشلت. او خلينا ما نستعجلش كده، انا قلت خلينا اجرب. اما شفتها على مقاطع كتير قلت مش هخسر حاجة اجرب. وفردتها برضك وجبت بتاعت الكريب بفرد بيها اهي. طبعا عشان ايه؟ قلت يمكن تنفع، بس هي للاسف ما نفعتش. يعني للاسف ما نفعتش. والله ما حبيت ان انا اشيلها او احذفها او اقطع المقطع دي، لا. انا حبيت اوريكم بجد يعني ايه كل حاجة على الطبيعة. طبعا كنت بحاذر ان ما يقعش حاجة على البوتاجاز عشان ما نجيش نبص نلاقي المنظر ما يرضيش حد. طبعا قعدت استنظر ان هي تطلع ما تطلعش، استنظر ان هي تطلع ما تطلعش، ابص اقول لسه شويه لسه شويه. طب اشيل الحروف، اشوف اشيل الطروف، اجي يمين اجي شمال، مصممه ان هي اشوف هي قبت من الوسط كده. قلت تمام خلاص هتطلع اهي، ده قبت من الوسطانيه بتاعتها هتسيب. والله ما سابت يا جماعه. يلا حبيبتي سيبي، مفيش فايده، عشان خاطر سيبي مفيش فايده. وشوفوا هي بتقب اهي، بس برضه ما رضتش تسيب. يعني اللي يشوفها دلوقتي يقول خلاص ده هي كده هتسيب معايا بكل بساطة. مفيش، مش راضية. يعني لو كنت عملتها انا ونفعت التجربة اللي انا حطيتها على الصينية دي كانت سيت عليا كتير. كانت الكرباية بقت كبيرة واخدة حشو كتير، بس للأسف ما نفعتش. وزي ما انا قلت المشروب فيه فايدة غذائية عالية يا جماعة جدا جدا. أنا طبعا كنت بحكي لكم عنه وقلت اما الحق اقول لكم على البهارات. إيه يعني في قيمة عالية جدا جدا، وجميل جدا جدا جدا. المشروب من الحاجات الحلوة اللي انا بحبها فعلا وبعشقها. وطبعا انا يعني ايه، انا اعرف ان في قيمة عالية في حاجات بتاعته، بس انا يعني ايه مش عارفة ايه صراحة. بس انا اعرف ان هو حلو، حلو وخلاص. طبعا جبت بتاعت الكريب التانية اهي، وبدأت بقى زي ما انتوا شايفين كده اكمل. طبعا عملت بدي مرة وبعد كده رجعت استغنيت عنها خالص. قلت لا خلاص، لان هي مش مستاهله بيا، هتسيب لي واحده وهوت والكريب هيلف لوحده، فخلاص على كده. تمام. اسيبها بقى لمده ما فيش ثواني كده لغايه بس ما تسيب معايا وتحس ان هي خلاص استوت، وتقومي قلبها. عندك جبنه
دي اللي بقول لكم هحطها على الكريب ان شاء الله. تمام، واحده واحده خالص على مهلنا، تستعجليش عليه. هي هتسيب ساعه ما تستوى هتلاقيها سابت له حته من القلايه بتاعه الكريب، وهتتقلب بسهوله انا بشوفها بس استوت ولا لسه. هقلبها بقى بالراحه. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله استوت وجميله جدا وسايبه بسهوله ازاي. يعني العيب ما كانش في العجينه، هي المشكله في الصينيه. زي ما انا قلت انا حبيت ان انا اسيبها علشان اوريكم منظرها. خلاص ابتدأت بسم الله ما شاء الله يستوى معايا من الجنبين اهو، من الناحيه دي ومن الناحيه ديت. طبعا لو الصينيه التانية كانت نفعت زي ما انا قلت كبيره جدا، وكانت هتبقى الكريبايه كبيره وحلوه وجميله 10/10. انا دهنت مره او مرتين وبعد كده والله وقفت، ان انا بطلت ان انا ادهن، وقفت الدهان بعد كده لان هي بقت عندي سهله، فخلاص ما عادتش مستاهله ان انا اقعد ادهن بقى. وبنزل الزيادات زي ما انتوا شايفين اهو عشان تبقى رقيقه، انا مش حابه يبقى تخين. تمام. والله انا ما اشوفه، انا ما يعني المره دي ما خبيتش اي حاجه عليكم. طبعا انا طبعا هي كانت لازقه في الحروف وانا ما انتبهتش فشدت اتقطعت. فدي برضك من ضمن برضك الغلطات اللي احنا بنقع فيها عادي يعني. احنا مش هنقع في البحر لما نبين غلطاتنا ونتعلم منها. مش عيبه، مش عيبه ان انت تتعلمي من اي حاجه، او مش عيبه ان انت تبوظي حاجه وتقفي في المطبخ. عادي خالص، احنا بنعمل بطبيعتنا وبالفتره، واللي بيبقى فيه غلطه بنصلحها تاني، مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين اهو، دي طبعا ساب، وانتبهت للحروف بعد كده الاطراف بتاعتها. تمام، واحده واحده خالص اهو، وبفردها برضك تاني وبعدلها تاني وبقلبه على الجنب التاني. برضو انا مش حابه ان انا اسرع الفيديو في الحتت ديت، انا عايزاكم تشوفوها بكل سهوله وتشوفوا طريقه عمايلها، وبتاخد مني قد ايه وقت في الحقيقه. مش في ان انا بسرعه اوام همشي التصوير بسرعه اسرع الفيديو اوام لا، انا سايباه براحته لغايه ما اوريه. شفتوا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين منظره. زي ما انتوا شايفين انا كنت بدأت بقى ان انا اشتغل والكريب على النار، عملت كام واحده كريب اهو هوريه برضو لكم. هعمله الوقت قدامكم تاني هنشوف احنا بنعمله ازاي. اه، انا بدأت بقى ان انا اشتغل في الكريب علشان الوقت. هحط دي على النار وهنعمل في الكريبايه اللي طلعت واوريكم انا عملتها ازاي. شفتوا انتوا عندكم طبعا الرخامه نضيفه ومغسوله وزي الفل. بحط الحشو اهو. تمام، وشويه جبنه. طبعا الجبنه اختاري، بس الجبنه بتدي طعم حلو جدا وهتبقى حلوه وزي الفل. ممكن تحطي بطاطس، حطي. انا الوقت طبعا ما حطيتش اي حاجه، أنا طبعا بمسح لانها مكانها كان عرق، كانت طالعه سخنه يعني. ما حطيتش لا مايونيز ولا كاتشب ولا مسترد ولا حاجه، انا حاطه يقولوا معايا في الخلطه اللي انا عاملاه. تمام، الحشوه بتاعتها فيها كل حاجه عشان ما اقعدش كل رغيف او كل في كريبايه اعمل لا، حطيت كله في قلب الخلطه وباخد زي ما انتوا شايفين كده بسويها. طبعا ما عدتش بدهن زي ما قلت لكم الزيت. هعمل كمان اهي واحده كمان. طب خلاص انا طبعا زيت اهوت، خلاص هي البتاعه اشتغلت معايا خلاص كده ودارت معايا وبقت زي الفل. هبدأ برضو اهو، شوفوا بتنيها نصين. شوفوا مكان العرق بمسح لان طبعا طالعه سخنه، فعلى طول بنشف مكانها. تمام اهي. وبرضك هو زي ما انا بقول، لو حابه تحط بطاطس تحط جبنه تحط اي حشو تاني، حط اللي انت حابه تحطي، مفيش اي مشكله. جبنه رومي ماشي، الشيدر ماشي، اي انواع الجبن عندك. وتجيبها كده اهو تتك بالراحه
والناحية التانية. بس كده وترصي بقى. وطبعا انا فضلت ان انا اعمل الكريب شغال عشان ما ياخدش وقت مني، مش لسه هخلص كريب وابدا تاني حشو، لا. اللي بيطلع بعمله اول باول وبرصه على الصينيه، والاخر خلاص لما يخلص هاخده على الجريل بقى ايه واحمره بقى. خليه بقى حلو كده ومقرقش من بره كده وضاري من جوه، يبقى جميل جدا وعشرة على عشرة. طبعا احنا عملنا كمية بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة يعني. ما كملش من كيلو فراخ، لا ما كملش كيلو، خليه كيلو. طبعا انا ما خدتش الصدور، انا كنت واخده اللي وراك، والصدور بسيبها بعمل بقى حاجه تانية. برضك شوفوا انا بقول لكم، شوفوا بصوا، منه لسه طالع سخن بيعرق. انا بلفه ازاي، بصوا طالع ازاي. هتنيها بقى ونفس برضك الوضع. تمام كده. وبحط برضو الجبن. ممكن تعملي انت اي حشو تاني، ممكن تحط بسطرمه، تحط بيف، تحط لانشون، تحط اي حاجه بدل الحشوه دي، او بدل قولوا معايا الحشوه اللي انا عاملاها دي. خلاص دي اخر واحد تقريبا. شوفوا اب جه على الاخر بسم الله ما شاء الله، تحس ان انت حاطه فيه خميره، وانا والله يعني ما فيش فيه خمير. همسك بقى. طبعا انت بتعمليش الكريب على الجريل التاني دي ليه يا حنان؟ إيه مش حلو برضه. حاولت اجربه كم مره لقيته عندي برضك مش قد كده. وده كمان واحده. خلاص احنا بنعمل في الاواخر بقى اهو خلاص. معايا كمان يجي واحده كمان تقريبا، هو ممكن واحده كمان. عندي بقى حطيت شويه معلقه زيت، هاخدهم بقى كده، اديهم بقى تحميره بسيطه كده. في هوريكم وقت، في اللي بيحب متحمر قوي، وفي اللي بيحبه وسط، وفي اللي بيحبه نص نص. ما هو وسط، هو نص نص برضه. خلاص بقى زي ما انتوا شايفين اهوت. بحط بقى حاجه زيت بسيطه كده ايه، علشان يدي يعني تحميره حلوه ويبقى مقرقش حلو. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بقلب بشوف اللي كده بقلبه، واللي لسه شويه بسيبه. طبعا وانا كنت برضه يعني انا قلت اشتغلت في كام حاجه مع بعض. شوفوا الكريب بيعمل، وبعمل في كريب، وكنت بعمل في الحشو، وشغلت الجريل التاني بحمر. علشان ايه يعني بقى خلاص يعني على طول على طول ما ناخدش وقت. ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تحميره. ممكن بقى توقفيه على سيف، وانا دلوقتي بقى اوقف على السيف ده زي ما انتوا شايفين هناك اهوت، موقفاه على سيفه زي ما انتوا شايفين، علشان يتحمر من كل الجوانب، ما يبقاش بس، ما تبقاش الحته دي طريه. ده بقى وقفيه واحده واحده جنب واحده كده، واسندوهم على بعض هيقفوا. الاتنين اشتغلوا عندي اهيت. وده كميه الكريب يعني والله لو رحت اي مطعم، يعني شوفوا الكميه دي تقطع كام، وشوفوا الوقت الكريبايه بقت بكام. طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر، حطيته كله على بعضه. طبعا بقى كنا مستعجلين، الغدا جه وهم جم من الدروس بتاعتهم وجعانين، ويلا قوام قوام فاني بسرعه، قوام قوام والله العظيم حتى ما لحقت حتى ازوق المنظر بتاع الطبق وبتاع. فانا انا عاوزه اشوفه، بصوا من جوه وشوفوا الجبنه سايحه ازاي. شوفوا السندوتش بسم الله ما شاء الله الكريبيه سايحه ازاي. عشرة على عشرة ومع السلامه.